نيجي بقى لل2.5 مليون دولار في السنة. طبعا ده رقم مهول، وده ياخدنا للنقطة بتاع قيمة الوقت. قيمة وقتنا كلنا وقيمة وقته هو قيمة الوقت بتاعه ب2.5 مليون دولار. إيه، انا شايفهم شوية. انت بتقول يا عم عمرو انت شايفهم شوية؟ ايوه انا شايفهم شوية والله العظيم. الراجل ده هو اكتر اعلامي مؤثر في الوطن العربي، واللي موجود في عمرو اديب مش موجود في اي اعلامي تاني. وانا بتفرج على عمرو اديب. ليه يا عم عمرو بتتفرج على عمرو اديب ده يطلع يطبل؟ لا، ما هو بص، في فرق بين تطبيل وتطبيل. في تطبيل بايه؟ بيمرهمك. اصل كلهم بيطبلوا، بس في واحد بيمرهمك، وفي واحد بيقول لك انت ابن 60 في 70. انت بتشتكي ده انت عايز تتضرب بالجزمه. انت ساقط، ابن ساقط. رأي امك حرية التعبير دي ما عند خالتك. الباقيين بيعملوا كده، انما عمرو اديب الخط العام بتاعه مش كده. مش معنى كده انه ما عملش كده، بس ده مش الخط العام بتاعه. وبعدين بيضرب ويلاقي. يعني ايه؟ يعني انا ابقى بتفرج عليه، انا بص، انا واثق ان هو مع القرار الحكومه واخداه، انا ما عنديش شك. لكن يسال اسئله يحسسك ان هو ايه، ان هو ضد اللي الحكومه بتعمله. يعني الحكومه بتاخد قرار في حاجه، لا لا لا، ده ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ مع انه هو اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني ما مش معترض، بس هو طالع ايه؟ يمرهمك، يبلسمك.